هي اسمها سمبوسة ولا سمبوسة؟ هنتناقش في ده قدام علشان انا زيوش، ودي حلقة السمبوسة من سلسلة الشيف زيوش يتحدى الكل. بما انها اكلتي المفضلة دايما على سفرة رمضان، فكان عندي فضول دايما اللي انا اعرف هي بتتعمل ازاي. فبما اني الولد الوحيد في اخواتي، فاول حاجة عملتها جريت على اختي عشان تعلمني بتتعمل ازاي. اول حاجه هتتني الحته دي، تجيب الحته دي توديها هنا، ودي توديها هنا، وتجيب دي هنا، بعدين تمسكها كده في حته هنا، تجيب اللحمه المفرومه وتدخلها تقفلها كده. بس كده خلصت؟ لا استنى، هتجيب دي هتحطه هنا عشان الحته دي تلزق في السمبوسه. حسيت الموضوع صعب وده كان احساسي الداخلي، بس الشيف زيوش معروف ان هو ما بيستسلمش. هنجرب احنا واحدة في ايه؟ في دي. بسم الله. قلنا بنتني أول حتة كده اهوت، بعد كده بنجيب دي اهي كده. اظن كان باين قوي ان الموضوع سهل بالنسبه لي، يعني انا اصلا مولود في طبق سمبوسه، كنت بقى اجرب واحاول واقلب يمين وشمال واحط البتاع مش عارف ايه وحاجات قد كده اهو، عشان في الاخر قدرت اطلع البتاعه المثلثه اللي قدامكم ديت. هي كده شكلها تمام؟ لا طبعا. تمام. ايه القرف ده؟ تمام. عارف انت بعد محاولاتي دي كلها لو انت ما نزلتش عملت فولو دلوقتي انا هعمل فيك ايه؟ اتفضل انزل اعمل فولو دلوقتي. انا مش عارف ايدك متعاق ازاي. المهم ان انا شغلت اغنيه عسيلي جنبي اللي هي انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن، وقعدت بقى امكن بقى كده والبتاع لحد ما فجاه لقيت ماما داخله عليا وبتقول لي كده. اسمها ايه يا ماما؟ هو ايه اللي سمبوسك يا ماما؟ سمبوسة. فماما بقى بتتحداني بتقول لي انها اسمها سمبوسك، وانا بقول لها اسمها سمبوسه، فقلت لها الناس هتكتب في الكومنتات هي اسمها ايه، فانت انزل اكتب هي اسمها كده او كده وانا هعد الكومنتات وعلى اساسه يا انا هكسب يا ماما هتكسب. المهم ان انا بقيت راجل بيت شاطر بجد واتعلمت السمبوسه بتتعمل ازاي، لدرجه ان انا عملت الكميه دي كلها لوحدي، والمغرب كانت هتاذن خلاص، فخدتهم على البوتاجاز ورحت عشان اقليهم عشان انا كنت هموت وادوق السمبوسه اللي انا عملتها بايدي. فهوب رحت انا حاطط السمبوسه في الزيت، وانت لازم تنزل دلوقتي تحط صبعك على زرار الفولو، انا مش عارف ازاي يعني. وفضلت واقف بقى لي فيها لحد قبل المغرب ب3 دقايق بالظبط، والحمد لله خلصتها وجريت قعدت على السفره عشان ابدا اللي انا ادوق العظمه والجمال والحلاوه اللي انا عملتها ان شاء الله يعني. هوب جاءت اللحظه المنتظره من زمان وبدات اللي انا ادوقها، وفجاه انا ما توقعتش انها هتطلع بالحلاوه والطعامه دي. ده يا جماعه، لا يا جماعه خطيره، انا قعدت كلتلي 60 70 واحده على الفطار. وبس كده يبقى الشيف زيوش نجح في اللي هو يعمل سمبوسه. اكتب لي في الكومنتات عايز الاكله الجايه تكون ايه، وانت اعمل فولو وانا هروح اقعد مع الجميل القمر المثلث ده لوحدي.